توصية خلال ماتش الزمالك وانيمبا تعديهم على رمز الاهلي الراحل صالح سليم. والله ده اللي متعودينه من نادي الزمالك على طول وجمهوره. تمام. ف بس هم زودوها زياده عن اللزوم. الشتايم والالفاظ ديت هي بتبقى روح تعصب بين النادي الزمالك والاهلي ومن زمان، بس الشتايم اكيد دي بتخلي التعصب اكتر، ودي هتخلي الجماهير عمرها ما هترجع تاني الاستاد ولا هترجع تاني الملاعب. وبصراحه شايف غلط، بس الاهلي برضه بتعمل، جماهير الاهلي بيعملوا كده، فهي ما بتتاخدش ان هي يعني هي عادي اللي هو بيشتموا بعض وخلاص، مش اكتر. مش حاجه عاديه بس غلط برضه. اولا المفروض يبقى فيه روح رياضيه، ما ينفعش بين اهلي وزمالك. اوكي، هو احنا هم متعصبين للزمالك وحد متعصب للاهلي، بس ما ينفعش يبقى فيه الفاظ خارجه. المفروض يبقى فيه روح رياضيه وما نعملش كده، يعني دي مش حضاره. الجماهير قليلة أدب طبعا. ايه يعني عشان فزت ماتش؟ يعني ما انتوا طول عمركم احنا بنغلبكم، طول عمر الاهلي بتغلب الزمالك. عشان انتوا فزتوا ماتش خدتوا الكاس. الكرة ديت استاذة هزم فاز، ولازم حد يفوز وحد يتهزم. انت عشان خدت ماتش يعني، وصالح سليم ده هو في حد في الزمالك زي صالح سليم؟ ولا مصر هتجيب واحد زي صالح سليم؟ تعليق على اساءة جماهير الزمالك للنادي الاهلي واحد رموزه الراحل صالح سليم. انا نفسي الاساءه مرفوضه في اي وقت، يعني ايا كان الجمهور يشجع براحته، يعزر ناديه في الماتشات ويشجعه، ده يعني بيرفع من حماس اللعيبه. بس الاساءه طبعا مرفوضه، يعني ما ينفعش يشتم اي حد ايا كان، حتى لو اصلا هو وحش ما ينفعش يشتمه. بس وطبعا مهما كان هي اللعبه، يعني احنا الروح الرياضيه مطلوبه في اي حاجه، تمام. فهو ملهاش لازمه الاساءه وملهاش لازمه التعصب في حاجه زي دي. فعل ما ينفعش يتعمل. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان رمز لينا كلنا، سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك، فما ينفعش نسيء ليه باي شكل من الاشكال يعني. احنا المفروض ننتهي بقى من حكايه الكره ما بين الجمهورين وكده، والمفروض نكون يعني كلنا واحد. وانا اعز اصحابي زملكاوي وليا اصحاب كتير زملكاويه، وانا عن نفسي اهلاوي يعني. بس يعني خلاص هو ما فيش اي سبب للي هم عملوه اصلا. الكلمه اخيره ولا لجمهور نادي الزمالك، يا ريت تفرح بس ما تبقاش بجح وقليل الادب.